عمرك وقفت مع حد وفجأة عقلك وقف ومش عارف تقول ايه غير عامل ايه، والرد كان تمام الحمد لله. بعدها انت تسكت وهو يسكت ودخلت في صمت محرج وتمنيت ان الارض تنشق وتبلعك. لو ده بيحصل لك فاطمن، انت مش ممل، انت بس بتبدأ الكلام بشكل غلط. المشكلة انك بتعامل اللي قدامك كأنه كمبيوتر بتديله اوامر. الاسئلة التقليدية زي اخبار الشغل ايه، عامل ايه، هي اسوأ حاجة ممكن تبدأ بيها، لانها بتضغط على الشخص اللي قدامك انه يبذل مجهود ويفكر في اجابة، فبيحس انه في استجواب وبيهرب منك. الصح انك بدل ما تسأل تلاحظ. يعني بدل ما تقول انت عامل ايه، قوله شكلك مطبق بقالك 3 ايام كأنك طالع من معركة. ده هيخلي اللي قدامك يفك ويطلع من وضع الدفاع ويبدأ يحكي لك تلقائيا اللي حصل معاه من غير ما يحس بضغط. بس عشان ملاحظاتك تفتح كلام بجد محتاجة إنها يتحقق فيها 3 شروط أساسية. 1. التحديد. بلاش الملاحظات العامة المملة زي الجو حر، القمر لونه أبيض. خليك محدد في تفصيلة محدش غيرك خد باله منها. رقم 2. المبالغة البسيطة. ضيف شوية طاقة وكوميديا لكلامك. بدل ما تقول شكلك مرهق، قول شكلك محتاج طن قهوة عشان تفوق وترجع للحياة. رقم 3. افترض إن في قصة. افترض دايما إن وراء اللي انت شايفه حكاية. ليه لما بتستخدم الملاحظات بدل السؤال ده اللي بيفرق وبيشتغل وبيخليك تعمل محادثات كويسة فعلا، لأنك بتشيل الضغط من على الشخص اللي قدامك وبتخليه يحس إنك مهتم بيه فعلا كإنسان، مش مجرد بتأدي واجب اجتماعي. انت بتبني جسر يخليه هو اللي عايز يحكي ويصلح لك ملحوظتك أو يأكد لك